عشان نجيب من ابو اخر والناس تبقى عارفه اللي فيها ومحدش يتصدم بعد كده بمطوشه الزمالك وبالنتائج بتاعه الزمالك. اي فريق هيلاعب الزمالك السنه دي دفاع منطقه وزون ديفenس وبيتكتل بالفرقه كلها ورص الاتوبيس والعشر لعيبه كلهم تحت الكوره. الزمالك هيعاني حرفيا، هيعاني. النهارده الزمالك بيتعادل مع المقاولين العرب 0-0 في ماتش سيء جدا جدا جدا. الزمالك ما جاش النهارده، الزمالك والمدرب ما جوش لسه نسوهم في البيت ولا في الفندق ما تفهمش. النهارده الزمالك بيفقد نقطتين مهمين قوي قوي قوي، وكسبنا ماتش سيراميكا اللي فات قلنا ماتش مهم وفوز جميل والدنيا حلوه، بس اداء الزمالك ما يطمنش، اداء الزمالك يخوف خصوصا الهجومي. قلنا لسه الصفقات الجديده هتخش واحده واحده، بس النهارده بقى الخوف كله من طريقه المدرب. النهارده المدرب ما تحسش ان الفرقه حافظه حاجه. طبيعي الزمالك المدرب بتاعه يبقى عارف ان كل الفرق اللي هتلعبه في الدوري 90% منها، مش هقول كلها، هتعمل تكتل دفاعي وتلعب بزون ديفنس وهترص الاتوبيس ولا 10 لعيبه كلهم تحت الكوره وتقفل لك المساحات. يبقى انت شغلك الشاغل في التمرين وفي التقسيمات وفي الماتشات الوديه ان انت تفضل تحفظ اللعيبه جمل تعملها في التكتلات دي وتبقى عندك شغل. حرفيا ما فيش مدرب دخل الزمالك من اخر 5 6 سنين باستثناء فيريرا غير اوسوريو، راجل تحس ان هو عبقري كوره فعلا. يعني معاك مدرب مش واحد بينزل يرص دومنه، انت يا عبد الله هتلعب قدامي هنا في الحته دي 10 وانت يا دونجا هتلعب 6 وتقفل لي نص الملعب، وانت يا محمد شحاته هتلعب 8 وتبقى تزيد وكلام. بس بقى تيجي بقى على ارض الواقع مفيش، اللعيبه مفيش ربط بينهم وبين بعض، اللعيبه بعيده عن بعض. يعني المفروض هتعمل جبهات عشان تفك التكتل، يعني بنتايج مثلا مع عبد الله السعيد مع ادم الكايد يبقوا قريبين من بعض، مش بنتايج يبصيها وهو بعيد وعقبال ما يروح يكون عبد الله السعيد اتزنق وهو لوحده، فادم الكايد عقبال ما يقرب له يكون اللعيبه وقفت صح بتاعت المقاولين وقفلت المساحات، فعقبال ما تباص الكوره تلاقي الدنيا اتقفلت فترجع لورا تاني لحسام عبد المجيد، حسام عبد المجيد يرجع للونش والونش يرجع لمحمد صبحي، ومحمد صبحي اخر ما يزهق يقوم لاعب الطويله تقوم الطويله مقطوع. بجد هو ده الماتش النهارده، مفيش كوره مفيش غير بس لما اللاعب البرازيلي اخوان قلبينا بقى ده هو اللي نزل متعنا، يعني حسسنا اللي لسه في كوره. الراجل اول لمسه ليه النهارده اول ما نزل رقص 2 3 وكلفتهم وعدى وقطم لجوه وشاط كوره لو كانت لبست صح، بس هي ما لبستش في رجله حلو، وشاط واحده تاني برضك لو كانت لبست كانت راحت في المقص وصنع كوره. فالواد في 10 دقائق ربع ساعه نزل قلب الدنيا، باين لك الفرق والواد كواليتي ونازل تحس كده ان هو بقى زملكاوي ابا عن جده وبيحفز الجمهور وبيسخن وبيزعق وبيعمل عنده حميه كده. لا بصراحه مكسب النهارده الماتش ده هو اللاعب البرازيلي. انما بقيه الفرقه اللعيبه مستوى ما جاش، المدرب ما فيش افكار، ما فيش فكر في الملعب، ما فيش طريقه تكتيكيه، ما فيش اي حاجه تغييراته. يعني المفروض النهارده انت دونجا اتصاب خلاص هتخلي محمد شحاته، هات مع عبد الله السعيد بقى من 10 دي رجعه جنب شحاته 8 زي ما جوميز كان بيلعبه جنب شحاته، تمام، وهات ناصر ماهر اللي هو تايه في الحته اليمين ومش عارف يعمل حاجه، هو بيحب قوي 10 ومميز قوي في 10، هاته 10 وسيب ادم الكايد ونزل اخوان قلبنا زي ما حصل كده.